السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفتنا وصفة زبدة الفول السوداني بطريقة بسيطة بمكون واحد وهو الفول السوداني. أنا ما عنديش كمية محددة، هنا غادي ندير بدون ميزور ولا بدون يعبر. هنا عندي كمية هنا ملاحظة، هنا عندي انا الكاوكاو هنا بدون قشرة، هذا انا قليته حوالي ربع ساعة حتى 20 دقيقة بهذا اللون، لون بني فاتح شوية. وانا هنا كاين اللي يستعملوه هو دافي طحنوه، انا مبيته خليته يبرد تماما. انا الغدوة اللي عاد نطحناه يعطيني نتيجة روعة. وهنا فاني الروبو يكون عندكم بروفيسيونيل يكون يطحن مليح. وهنا من غادي نقعد نطحن ونريح هكا باش ما نفرصوش على الروبو. هنا ما درتش ما زدت حتى اضافه. قلت لكم الفول السوداني قرصه تاع الملح، حتى منين نخلي شويه عاد نضيف القرصه تاع الملح. هنا ما بغيتش نقطع لكم الفيديو باش نوريكم. هنا راه مدشش شويه، انا دوك نخليه يرتاح واحد دقيقه عاد نزيد نطحن. هنا راه يتشكل لي كي العجينه. هنا فاني نخليه يرتاح واحد دقيقه نزيد نطحنه. هنا نحاول كاع نهود هادو الاطراف. هنا تشكل لي على عجينه. هنا غادي نزيد القرصه تاع الملح ونعاود نطحناه. بدون زيت. هذه قلت لكم تصلح زبدة الفول السوداني، تصلح للحلويات ولا كلاص ايس كريم لا كريم. هنا تبغوا تعقموا البواقيل، تعقموهم وديروا فيهم عفوا الفول زبدة الفول السوداني وديروها في البلاكار وتخلوها ولا ديروها في الفريجيدين. زبدة فول السوداني طريقة بسيطة، تبعوا الخطوات تنشوفوا في الوصفة ان شاء الله. القوام تاع زبدة الفول السوداني وين تدخلوها في الثلاجة تزيد تحكم روحها، تجي ولا اروع، تجي روعة. هنا هذا الوصفة تاع اليوم تاع فول سوداني نستعملوها في الحلويات وفي لي كلاص الايس كريم لا كريم،
وان شاء الله الفيديو المقبل ان شاء الله غادي ندير لكم ايس كريم بالفول السوداني، يجي اكثر من روعه. هذه كنت دايرتها في الثلاجه، راها حاكمه روحها، القوام تاعها ثقيل. ان شاء الله بالصحه والراحه. تبعوا الخطوات نشوفوا الوصفه ان شاء الله. وصفه سهله وصحيه، احسن تاع برا. السلام عليكم.